قاومت كتير لكن انا بعد ما صورت 120 فيديو مش قادر ما اصورش دي، لان مش معقول ابقى عندي فرصه قاعد مع الناس العظيمه دي. خدت بالك؟ مش قادر. ها؟ اقول لك بقى وائل غنيم طلب استاذ خالد برماوي. استاذ خالد برماوي وائل غنيم طلب من عمرو، بس طلب من حسام بدراوي، يطلب من الرئيس، يطلب من عمر سليمان، يطلب من الامريكان ان هم يتنحى، والامريكان وافقوا لعمر سليمان، وعمر سليمان وافق لمبارك، ومبارك وافق لحسام وافق لوائل، ووائل وافق عشان الشعب. وائل هيقول لنا الستيتمنت دلوقتي. قول يا نجم، قول يا نجم عشان ايه؟ رئيس مصر اللي جاي لو مصر ماشيه ديمقراطيه، رئيس مصر جاي في 2000 او 2011 هينتخب من على الفيسبوك ان شاء الله باذن الله. يعني اللي هيشتغل الرئيس اللي هيعمل الكامبين، اللي هيعمل انجح كامبين على الفيسبوك هو اللي هيمسك رئيس مصر. طب انت ايه قول لي وانت مترقب كده يا استاذ ايمن عباس منورنا والمجموعه الحلوه دي. وانا والله انا اصور نفسي برضو صوره عشان ايه اطلع انا كمان. لا ما هو على فكره ممكن اطلب منك طلب، امسك دي حاجه كده ناخد واحده جماعيه ممكن يا باشا. ما عملتش كده مجلس الثوره. لا انا بصراحه ولا مجلس ولا بتاع، انا ضامن يعني بس يا خسرت وائل انزل بالتصوير تحت شويه، انزل تحت بالتصوير. ايوه خبيها. احنا كده بنعمل دعايه لابو عمار. ايوه ابو عمار. ابو عمار لعيبه كده ابو عمار. ايوه تمويل سوري عشان الثوره جت سوريا. لا ما بصراحه ما ينفعش يبقى كنتاكي بس. انا عايز اسالك سؤال. لا انت ليك عندي بتاع اير ثوره. بتاع التمويل الاجنبي. هو ده التمويل الاجنبي الاير. نشكر ابل اير عشان عرفت تظبط لنا الموضوع. ده ايه بتاعي؟